أهلا بكم أصدقائي متتبعي قصتكم بصوتي. كاينين حكايات كتجيك بحال العطر، ما كتحتاج تشوفها باش تحس بها، كتسافر بيك قبل حتى ما تعرف تفاصيلها، وكتخليك تحس أن وسط الزحام والضيق ديما كاينة ريحة أمل ما كتضيعش. اليوم غادي نمشي معكم لمدينة الحدود، وجدة، مدينة كتعيش بين الشرق والغرب، وكتشوف الشمس كتشرق قبل بزاف من المدن، وكتسمع قصص ناسها قبل حتى ما يوصل النهار. قصة اليوم على رشيد، شاب قدر يحول الفقر لضوء واليأس لرائحة كيستنشقها كل من يقرب منه. قصة كتفكرنا أن حتى وسط الأسواق الصاخبة ممكن تلقى نفس جديد يغير حياتك وحياة اللي دايرين بيك. سلام. رشيد زاد وسط بيت صغير بزاف، حتى النوم كان فيه بالنوبة. باه كان خدام بالنهار في البني، وبالليل كيعس في السوق باش يكمل المصروف. الأم دايما مبتسمة، لكن التعب واضح في عينيها. رشيد ما عاش طفولة ديال اللعب، كان كيبيع من صغرو السواك، الحلوى وحتى الجرائد. المدرسة كان حاضر غير عقلو مشغول بكيفاش يساعد الأسرة، لكن كان عنده حلم صغير بحال ريحة عطر في الهواء، يفتح محل صغير للعطور التقليدية. كان يوقف ساعات قدام دكاكين العطارين كيتأمل الألوان والروائح، كيسمع الحكايات ديالهم على كل مزيج، وعلى الزبناء اللي كيرجعوا من بعد غير باش ياخدوا نفس الريحة. بدا يجمع الفلوس درهم بدرهم، لكن نهار قرب يكمل المبلغ باش يكمل تجهيزات الحانوت، وقعت الصدمة. الأم مرضات واضطر يصرف كل شيء على العلاج. 3 سنين أخرى من الخدمة وتمارة، ملي قال وأخيرا يقدر يفتح المحل الصغير، وقعات كارثة أخرى، سرقة ليلية. رجع الصباح لقى المحل خاوي، إلا من شوية الغبرة الزعتر على الأرض. الناس قالوا رشيد راه هاد الحلم ما مكتبش ليك، لكن هو كان عنده جواب واحد: اللي كتب العطر في قلبي كتبه باش ما يقدر حتى حد يمسحه. رجع من جديد يتعلم الصنعة من كبار العطارين، من الكتب القديمة، وحتى من الوصفات اللي كتحتفظ بها الجدات. كان كيجرب يخلط ويشم، حتى طور أول عطر خاص به، مزيج من الورد البلدي وخشب الصندل ولمسة الزعتر بري، سماها نفس وجدة. واحد النهار وهو كيجهز العطر الجديد، دخل زبون في الخمسينات، أنيق لكن ملامحو شاردة. مرحبا سيدي، شنو حب الخاطر؟ بغيت شي عطر فيه ريحة تذكرني بأيام زمان قبل ما نجي للمدينة.
ممكن توصف ليا شنو بالضبط كتفكر فيه؟ كان عندنا في الدوار شجرة د اللوز، الوالدة كدير اتاي بالزعتر، ريحته كانت كتعمر الدار. رشيد دول الملاحظات، خلط قطرات من خلاصة اللوز والنعناع البري، وضاف لمسة ورد بلدي، وعطى القريعة للزبون. شم الزبون وطاحوا الدموع من عينيه من اللي تذكر المشهد من الماضي. وهنا رشيد كتب على ملصق ديال القريعة اسم ديك الريحة: عطر الذاكرة، قصتك جزء من الحكاية. نهار اللي عرض فيه رشيد نفس وجدة لأول مرة، كانت من بين الزبناء سيدة متوسطة في العمر، لابسة جلابة تقليدية. طلبت منه تجرب العطر. الله، هاد الريحة كتفكرني بجداتي في الريف، نفس الريحة الورد اللي كانت كتزرعه مع شوية الزعتر البري في بيت الضياف. هاد العطر فيه حكاية مدينتنا، وحكاية كل واحد عنده ذكرى ما بغاهاش تضيع. شكرا ولدي، ما عرفتش واش شريت العطر ولا لحظة من حياتي رجعت ليا. قصة رشيد ماشي غير على محل عطور، هي عن قلب كيقدر يعاند الظروف ويخلق من الألم أجمل الروائح. من وجدة بين أزقة السوق وروائح العطور، رشيد علمنا أن الفقر ماشي نهاية، وأن الخسارة ما كتقتلش بالحلم بل كتقويه. كل واحد فينا قادر يخلي آثار، يمكن يكون كلمة، فعل، أو حتى ريحة ما كتنساش. المهم ما نوقفوش نحلمو، وما نوقفوش نزرعوا الأمل، لأن الشيء اللي كنزرعوه اليوم غادي يزهر غدا. ودائما ريحة الخير كتفوح من القلوب العامرة، قلوب متتبعين قصتكم بصوتي، ومن قلبي كنحييكم. أنا سلطانة، سلام.